السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي. النهارده ان شاء الله هعمل لكم الاندومي بالصوص الحار، وجبة جميلة هتعجبكم جدا. ودلوقتي مع المقادير والطريقة. دلوقتي هنجيب طاسة فيها حبة زيت صغيرين وبصلاية صغيرة، هنشوحها كده لحد ما يبقى لونها دبلان كده شفاف. وهنبتدي نحط عليها الصلصة، 4 طماطمات مضروبين في الخلاط ومتسبكين. بس بنقلبها كده على النار حبة صغيرة، وبعد كده بنحط كيس بهارات اندومي وملح وفلفل اسمر، وبنقلب. شايفين لون الصلصة حلو ازاي؟ بتبقى عاملة زي صلصة المكرونة كده. ونحط دي معلقة من الصوص الحار اللي انا ان شاء الله هعمل لكم طريقته. الصوص ده مولع نار، معلقة واحدة ما شاء الله يعني. بكون سلقة طبعا الاندومي زي ما حضراتكم عارفين. بعد كده بقلبه تقليبه كده على النار، بس بيكون هو نص سوا، بحطه نص سوا عشان لسه طبعا هيتعمل على النار ما يتهريش. بنقلب بالراحة كده بس، وبنبتدي بقى ايه نقفل عليه النار ونصبه بقى في الطبق وتاكلوا احلى اندومي. شايفين اللون جميل ازاي؟ هنصب طبعا ونحط بقى ايه جنب الفلفل الحار اللي انا عامله منه ايه الصوص الحار. هتشوفوا كده حضراتكم. هو الفلفل ده اللي انا عامله منه الصوص الحار، وبالهنا والشفا.